السلام عليكم. اتكلمنا قبل كده عن فيديو عضة الكلب واي حيوان، وازاي نتعامل معاها، وازاي ناخد الجرعات بتاعتها، وازاي نتعامل معاها بره وداخل المستشفى. في حد سأل لو العضة ديت مرة واحدة في العمر باخد عليها التطعيمات والحقن اللي احنا خدناها، ولا لو اتعضيت مرة تانية او تالتة باخد نفس الحاجة؟ طيب، مدى صلاحية لقاح الكلب اللي احنا اتكلمنا عليهم ال5 جرعات من 3 ل10 سنوات، ولكن في بعض الدول بيحددوا لها وقت خلال ال5 سنوات بتكون انت كده واخد الجرعة بتاعتك وما بتحتاجش حاجة. وفي بعض الدول التانية لا، قالوا في خلال ال5 سنوات لو انت ما خدتهمش او لو انت اتعضيت مرة تانية بتاخد الجرعتين. فاحنا في اغلب الاحيان اللي بيتعض مرة خلاص خد ال5 جرعات اللي قلنا عليهم، ولو اتعض تاني في معظم الدول بيقولوا ان هو بياخد حقنتين بس، جرعتين بس، زي ما احنا اتكلمنا من 5 جرعات. بياخد في اليوم 0 اللي هو يوم العضة بياخد جرعة، وفي اليوم الثالث بياخد الحقنة او الجرعة التانية، وبيستكفى على كده. لقاح الكلب نخلي بالنا غير مصل الكلب اللي احنا اتكلمنا عليه، وهنا في المرة التانية اللي بيتعض فيها ما بيحتاجش ان هو ياخد مصل الكلب، ولا بيحتاج ان هو ياخد التيتانوس او على حسب الحالة. فالمرة الاولى قلنا بياخد مصل الكلب وحقنة التيتانوس ولقاح الكلب اللي هما 5 جرعات، ولو اتعض تاني بياخد جرعتين بس من لقاح الكلب، وده الدارج. ولكن في بعض الدول مش محددين وقت، وقال لك ان هو في خلال ال5 سنين الاولانيين ده يعتبر متطعم واخد حاجته بياخد جرعتين فقط لا غير. يبقى هنا لو اتعضينا من الكلب اول مرة بناخد ال5 جرعات من لقاح الكلب وبنعمل اجراءاتنا كلها اللي اتكلمنا عليها، ولو اتعض تاني بياخد جرعتين فقط، او على حسب الدولة اللي انت منها او ماشيين على انهي نظام. ولكن منظمة الصحة العالمية قالت ان احنا هناخد جرعتين فقط في اليوم 0 واليوم الثالث. وشكرا ودمتم سالمين.